أن هذا خير وهذا خير. يعني الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة على خير عظيم، والذي يكثر من قراءة القرآن كذلك على خير عظيم، ولكن أيهما أولى؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة القرآن في كل وقت، ولكن حث على الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة خصوصا صلى الله عليه وسلم. قال هذا يوم ولدت فيه، عفوا هذا يوم خلق فيه آدم وأخرج فيه من الجنة وفيه تقوم الساعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي. فالإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة مقصود لذاته لهذا اليوم، فلا شك أن الإكثار من الصلاة أفضل من حيث أنه مأمور به العبد، لكن قراءة القرآن أفضل من حيث أنه كلام الله ومن حيث أنه في كل وقت، فهذا يصير مثل الخصوصية. وهكذا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أفضل من هذه الحيثية لأنه مأمور به، لكن في الجملة قراءة القرآن أفضل. نعم.